حبايب قلبي، قبل ما ابدا الفيديو ونقول لكم على الكلام الجميل اللي احنا هنقوله، ما تنسوش تدعوا لي بالله عليكم، لان انا اليومين دول تعبانه جدا والغده تعباني، وانا يعلم بيا ربنا انا بتنفس بالعافيه وما بعرفش انام والله بالليل. فمعلش سامحوني، وان كنت بتكلم بطريقه بسرعه، انا بتكلم غصب عني، والله غصب عني، لان انا مش قادره اخد نفسي اصلا. فادعوا لي بالله عليكم، الفيديو ده جامد جدا 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 جدا. من الجنيه هتعملي ثروه، من الجنيه هتعملي حاجه هتخلي بيتك مستور، هتخلي بيتك مليان، والله العظيم ثلاثه. خش الفيديو. يقولوا لي ازاي بتوفري وبتملي بيتك خير ودايما مستور ودايما كويس ومليان، وبنحس ان انت مش محتاجه، ولا ان انت عايزه حاجه، ولا ان انت مثلا ناقص لك فلوس. حتى لو معكيش فلوس بتبقى حاسه ان انت بيتك مستور. من ايه؟ من الجنيه الفكه. الجنيه الفكه، ايوه الجنيه الفكه اللي انت بتستهتري بيه ده، هو دوت اللي بيملى بيتك خير وبركه. صدقيني اللي انت بتستهتري بيه ده، العمله بتاعتنا هي الجنيه. الجنيه هنا في اي بلد تانية بكل العملات بتاعتها هي برضو بتستهتر بيها. اقل عمله عندك في البلد العربيه دي برضو بتستهتري بيها، دي هتعمل لك منها ثروه، او تجيبي بيها وتملي بيتك كل خير. ما تنسونيش حبايب قلبي بالله عليكم. حبايب قلبي، انا كوبايه شاي مع لومي، انا ماما لومي. ما تنسونيش بالله عليكم بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. كل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي، ورمضان على الابواب وقرب يهل علينا ويهل علينا عليكم وعلينا بالبركه والخير. النهارده ان شاء الله هنقول لكم ايه. قبل ما اقول اي حاجه، انتوا بتزعلوا مني لما انا اقول ايه؟ اللايك يا جماعه، اللايك يا جماعه، اللايك يا جماعه ده يعني وشيروا الفيديو ليه عشان تستفيدوا وغيركم يستفيد. واللايك ده بيرفع البث اللي بتاع الفيديو، علشان انتوا تشوفوه وغيركم يشوفوه وتستفادوا منه. تمام. الجنيه اللي انت بتقولي عليه دوت ايه يا ماما لومي ده؟ هو انا بحط الجنيه ده هنا بيتشال، وهنا بحط الجنيه هنا بيتشال؟ ايوه الجنيه ده بينفعك وبتجيبي حاجات كتير بيه حلوه، وهقول لك هتعملي بيه ايه. بص حبيبه قلبي، الجنيه اللي انت بتقولي عليه دوت ما بيعملش حاجه. خد يا واد روح جيب لي مثلا كيس مكرونه. كيس مكرونه ب 8 جنيه يا ماما. طب ماشي يا حبيبي، روح جيب لي كيس مكرونه. خدت ال 2 جنيه. لا، انت مش انت خدت مصروفك؟ ما تسيبش بقى ايه، ما تسيبيش فلوسك كده عمال على بطال هدر هنا وهنا، وتقولي ده فاضل جنيه. ايه يعني ده 2 جنيه؟ ايه يعني ده مش عارف ايه؟ لا يا حبايب قلبي، ما ينفعش الكلام اللي انت بتقولي عليه ده. الجنيه ده هيعمل لك منه ثروه، صدقيني. ثروه انت هتحتاجيها وهتجيبي بيها حاجات هتملي بيها بيتك. هتقولي لي ازاي يا ماما لومي؟ هقول لك يا حبيبه قلبي. انت دلوقتي بروح اجيب مثلا، ابعت بنتي او ابني هقول له هات لي ب5 جنيه عيش، او مثلا ب10 جنيه عيش، ومدياله 20 جنيه. ال10 جنيه، ال10 ترغفه، ال10 ترغفه الرغيف بجنيه وربع، يعني ب12 جنيه ونص ال10 ترغفه مثلا. او بكام؟ لان الرغيف بجنيه وربع، يبقى ب12 جنيه ونص او كده، هتبقى 2 جنيه ونص. ابنك هياخدهم؟ لا، ما تاخدهمش. انت مش انت واخد مصروفك؟ انا مش هديك ده. ليه يا ماما لومي؟ هو ده، مش هتاخد اكتر من كده. هات ال 2 جنيه ونص. احطهم فين؟ هنا. بصي دي، بصي سبعه سبعه. هنا الجنيه اهو، بس مش هتشوفيه اهو. اهو بصي اهو، ادي الجنيه اهو اهو. بصي شايلاه هنا، جنيه على جنيه على جنيه على جنيه، هيعمل لك كميه من الفلوس. انا مره فتحت البتاعه دي وانتوا شفتوها في فيديوهاتي، طلع فيها 137 جنيه. يعني ممكن 140 جنيه لو انا حطيت ال3 جنيه التانيين كانوا فوق الوش. يعني 140 جنيه، لما 140 جنيه اجيب بيهم ايه؟ مش هجيب بيهم حاجات تستر بيتي؟ اه والله العظيم ثلاثه هجيب بيهم حاجات تستر بيتي. هجيب مثلا ايه؟ كيلو 2 كيلو رز ب 40 جنيه. الكيلو عندنا فيه ب 20 جنيه. انا بجيبه هنا للمحشي، بيبقى مكسر شويه كده بس بجيبه للمحشي ب 21 و22 جنيه العادي. ماشي. هجيب 2 كيلو رز، هجيب 2 كيلو مكرونه، هجيب ازازه زيت بال 140 جنيه. يعني هيجيبوا لي يملى بيتي اهو بالقرش، بالجنيه اللي انت بترميه، بالجنيه اللي ابنك ده بياخده كده. ما هو جنيه على جنيه هيعملوا حاجه، وجنيه على جنيه هيعملوا حاجه. زي ما انت بتشيلي 5 على 5 بيعملوا حاجه، زي ما بتشيلي 10 على 10 بيعملوا حاجه. تمام. لما بتشيلي مثلا 10% من مصروف البيت، 300 400 500 جنيه زي ما بيبقى مصروفك مثلا، 5 7 6 2000 3 كده، زي ما بيكون بتشيلي منهم 10%، فبيعملوا لك حاجه بتقدري تروحي تجيبي بيهم دهب. ده بقى الجنيه ده هتقدري تملي بيتك بالخير وكل حاجه. ازاي يا ماما لومي؟ زي ما بقول لك كده، ما تستهتريش وما تستهونيش بالقليل. القليل ده هو اللي هينفعك في وقت زنقه. انا ما جبت وصرفت البيت وصرفت كل حاجه اول الشهر، وجبت كل حاجه. طب انا عايزه مرق الدجاج، معيش جنيه فك. يعني افك 10 جنيه عشان اجيب مرق الدجاج مثلا ب 2 جنيه ولا حاجه، او بجنيه او ب5 جنيه مثلا مرق الدجاج.
بتاعتي يا بت من الفكه دي. ما هو دي بقى انا بحط ايه الفكه دي بره، لو مش محتاجاها وخلاص عدى الشهر بقوم حطاهم هنا. بحطهم في قلب ايه طبق كده صيني كده او طبق بتاع ازاز كده. احط الفكه في قلبيه، اي فكه 2 جنيه 3 جنيه، ادي 50 قرش، بتاع ده 4 جنيه 3 جنيه ونص، اهو بحطهم في قلب الطبق. ما احتجتش الشهر خلص بقوم شايلاهم في قلب العلبه هنا زي ما يكون، اقوم جايبه. محتاجه اجيب حاجه بقوم جايبه من الطبق. اجيب ايه من الطبق؟ اجيب مثلا مرقه الدجاج، اجيب مثلا بيكنج باودر، اجيب فانيليا، اجيب الحاجات اللي هي كيس الملح، الحاجات اللي هي السهله دي، جرجير، الحاجات اللي هي انت بتقولي عليها بتستهوني بيها دي. ما انت ما تروحيش تفكي 5 جنيه عشان تقولي جنيوات جيب لي حزمه جرجير بجنيه. يقوم واخد ابنك ال 4 جنيه، انا جبت كيس مش عارفه ايه وجبت حلاوه ايه. هتقول له لا لا ما انا مش عايز احرم ابني. لا يا حبيبتي، انت واخد مصروف يعني امك مش هتاخد حاجه تاني. ما هو انا ما بحرمهوش، بس انا مدياله مصروفه وهو خد المصروف وصرفه، فما تاخدش حاجات تانية كتير. الحاجات التانية دي هي بقى القليل في الكتير بيجمع. صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام يا حبيبي يا رسول الله. فكل الحاجات دي بتجمع بقى، كل الحاجات دي بتلم بتجيبي حاجات. ممكن تجيب علبه مرقه دجاج ب 38 ب 40 جنيه، علبه مرقه دجاج 48 قطعه مثلا ب 48 جنيه او ب 40 جنيه، ب 40 جنيه يا ربي. تمام. ممكن اجيب بيها مثلا ايه، اجيب كيلو سكر، ازازه زيت، مش ده بيكفيني وهو بيبقى ماشي معايا بالشهر بتاع غزل البنات. صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. فما تستهتريش باي حاجه قليله، ما تستهتريش باي حاجه تقولي ده حته جنيه ولا هيجيب ولا هيعمل ولا اي حاجه. بالعكس، الجنيه ده ممكن يعمل لك ثروه، الجنيه ده ممكن يعمل لك بيه حاجه ما بقولكيش. يعني انا حوشت 140 جنيه ولا 150 جنيه، ممكن اصححهم واشيلهم في ازازه تانية، يبقى 150 جنيه على 150 جنيه على 150 جنيه على مثلا الكميه اللي انا بشيلها مثلا من المصروف بتاع البيت اللي هي ال 10% ولا كده، ولا كل يوم بشيل مثلا 50 جنيه ولا كل يوم بشيل 20 جنيه في الشهر ب 600 جنيه، اقوم شايلهم محوشه. هعمل ايه؟ مش هعمل رصيد فلوس؟ هعمل رصيد فلوس. وممكن اخش بيهم جمعيه 500 جنيه كل شهر، كل شهر ادفع 500 جنيه، هقبض 5000 جنيه. لو 20 نفر هقبض 10000 جنيه، هيبقوا معايا 10000 جنيه منين؟ من الفكه اللي انا بشيلها دي كده. على قله كلام فاضي وتقولي ايه ده ما بيعملش حاجه. يا ستي سيبك بقى، ما يعني خد ال 2 جنيه وانت طبعا قاعده مكسوفه قدام التاني. طب ماشي يا حبيبي خدهم. لا لا يا حبيبي، انت واخد مصروفك، ما تاخدش حاجه زياده. هات ال 2 جنيه ده، والله العظيم 3 انا بعمل كده. انا ولادي كبار متجوزين، مثلا والله طب هاتي ال 2 جنيه دول، طب هاتي الجنيه ده، طب الست اللي مثلا بتاعت الخضار تحت تدي اقول لها طب حطي لي الفكه هنا في الكيس في قلب السبت، اخد الفكه دي وعلى طول محطاها هنا. انا مليت واحده وادي تاني واحده، بصوا لحد هنا اهي لحد هنا بملاها، بستفاد بفلوسها. انا خدت الفلوس اللي كانت هنا وحطيتها في بتاعه الجمعيه اللي هي بتاعه رمضان، وفتحت بتاعه جمعيه رمضان، وهنزل لكم والفيديو هينزل طبعا. قبل الفيديو ده هتشوفوها ان انا حوشت قد ايه وهجيب بيهم ايه وهعمل بيهم ايه، حاجات قيمه جدا جدا جدا. وممكن تعملي من الحاجات ديت الجنيه دوت ممكن تعملي بيه حاجه لله. ممكن تعملي بيها وجبات لله، تعملي بيها شنطه رمضان. ازاي يا ماما لومي؟ انت لو بتشيلي مثلا وحوشتي مثلا بتاع 150 جنيه في قلب العلبه دي او 130 جنيه او 100 جنيه، انزلي جيبي بيهم كيلو رز وكيلو مكرونه ادي 40 جنيه، وازازه زيت ب 50 جنيه، ادي كده 90 جنيه، وكيلو سكر ب 30 جنيه ب 28 جنيه، ادي 115 جنيه. تنزلي تقوم حاطاهم كده في شنطه وتديهم لاي حد لله. واحده ارمله، واحده جوزها متوفي، بتربي يتامى، خدي الشنطه دي فاعل خير بعتها لك، وانا قايله الحاجات دي في فيديوهاتي، هتبقى برضو عملتي ثواب. صدقيني ما هيروح عند ربنا ابدا. الجنيه اللي انت بتستهتري بيه ده هيعمل لك ثواب وادخار عند ربنا كبير جدا جدا جدا. يا ادخار عند ربنا يا اما هينفعك في اللي انت بتعمليه وبتشيليه في قلب البيت بتاعك وتصرفيه من ضمن مصاريف البيت، وهيبقى عندك يعني خير كتير في البيت. خير كتير من ايه؟ ان كان اكل ولا حاجات كبيره هتجيبيها، او خير عند ربنا بتدخريه لما بتعملي خير تجيبي شنطه الخير دي وتديها لاي حد. صدقوني ده خير، ده ما بعده خير. وطبعا الادخار ده مع ربنا ده حاجه تانية. الادخار ده مع ربنا لنا احنا في الدنيا وفي الاخره، والله العظيم 3. فما تستهونيش وتقولي ايه الجنيه ده مش هيعمل حاجه، او ال5 جنيه دي يا ستي ده ايه يعني ما ياخد ال5 جنيه، ايه يعني يا ستي لما يصرف مش عارفه ايه. صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام.
يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا بقى بقول بعمل الحاجات دي يا حبايب قلبي، ومتشكره جدا جدا للناس اللي بتخش لي وبتكتب لي تعليق جميل جدا جدا من القلب، والناس اللي بتقول لي برافو عليك يا ماما لومي، الله يبارك لك، احنا بندور على الفيديوهات بتاعتك وبنستناها وبستنى لما الفيديو بتاعك ينزل. اي نعم الفيديوهات اليومين دولت مقصره والمشاهدات قليله بس ربنا المستعان. وادعوا لي بالله عليكم عشان الغده تعباني جدا بجد، الغده تعباني تعباني تعباني. فالحمد لله رب العالمين. انا مش طالبه منكم غير الرضا، وطالبه منكم الدعوات ليا، وطالبه منكم ان انتوا تشوفوا فيديوهاتي وتدعوا لي دعوه حلوه. وما تنسوش ان الجنيه ده بيعمل المستحيل، الجنيه ده بيقومك على رجلك، الجنيه ده بيخليكي مستوره. ليه مستوره؟ ان انت بتبقى فيه فلوس موجوده في البيت، حتى لو 50 جنيه في قلب العلبه دي الحمد لله مستوره. مش هبات من غير عشاء، مش هبات من غير عشاء، حتى لو انا ماشيه على قدي، حتى لو انا باخد مصروف في اليوم 100 جنيه، لو انا باخد 50 جنيه شيلي الجنيه ده صدقيني. حتى لو انت شلتي جنيه كل يوم 30 جنيه اخر الشهر، 30 جنيه دولت هيجيبوا لي كيلو بطاطس وكيلو قوطه وبصل، هتعملي صينيه بطاطس. اه والله هتبقى اكله مش هتبقي محتاجه لحد. 30 جنيه ولا مش هتشيلي 30 جنيه؟ ده هتشيلي اكتر. انا بقول يعني اذا واحده ماشيه على قدها، وطبعا كلنا ماشيين على قدنا ببركه ربنا والستر من عند ربنا، هتعملي كده والله العظيم يا ولاد. صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ما تنسونيش في اللايك يا حبايب قلبي، بحبكم في الله.